السلام عليكم الخوت. ملخص مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كلاسيكو نصف النهائي الكوبا ديل ري، نصف النهائي الثاني بعد تأهل ريال مدريد في نصف النهائي الأول. المباراة اللي جمعته بريال سوسيداد، والمباراة اللي تحدثنا على أمس ودرنا لها ملخص ديالها، وكانت صعبة للغاية على ريال مدريد بالبرنابيو أمام الأنصار. هذه المباراة بالنسبة لبرشلونة خارج الدار بمعقل أتلتيكو مدريد، حيث كانت الفرجة، كانت المتعة من جانب واحد في الشوط الأول، والهدف ل فران من تمريرة رائعة جدا من اللاعب المتميز والمتألق، والذي الموسم المقبل سيحمل رقم 10، رقم ثقيل جدا، رقم ليونيل ميسي الحديث هنا على يامال لامين، بالتمريرة الساحرة التي أهدت فران هدف برشلونة وهدف التقدم بعدما انتهت مباراة الذهاب بملعب برشلونة ب4 أهداف لمثلها. مباراة كانت ربما فيها نوع من التحفظ من جانب أبناء سيميوني، لكن هذا التحفظ لم يجدي نفعا. ظلت المباراة كما قلت سجالا على مستوى وسط الميدان. عراك في الجولة الأولى كما قلنا فيها هدف وحيد لفريق برشلونة. حاول فريق أتلتيكو مدريد تدارك الأمر، ولو أن الأمور كانت متأخرة تماما، حتى التغييرات التي أتى بها دييغو سيميوني المدرب الأرجنتيني ربما لم تجدي نفعا، بدخول ريكيلمي، دخول مولينا، وبعد التغييرات الأخرى لم تعطي أكلها في الشوط الثاني والمنتظرة منها. سولفوت سجل هدفا صحيح، ولكن رفض بداعي التسلل والتقدم النسبي على مارتينيز المدافع الأوسط بالنسبة لبرشلونة. إذن برشلونة حقق الأهم من هذه المباراة، واستطاع أن يسجل هدف، وهو هدف التأهل إلى مباراة النهاية، وهنا كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد. دائما عودتنا مباريات الكلاسيكو في النهائي كأس الملك بالإثارة والتشويق والفرجة والأهداف أيضا. هذا ما نتمناه إن شاء الله. مباراة الكلاسيكو نتمناها أن تكون عركا بين الطرفين، وأن تعطي للجمهور العالمي ما ينتظر منه هذه المباراة. كما قلت الكل كان ينتظر الكلاسيكو طبيعة الحال، لأن يعرف قوة ريال مدريد ويعرف قوة برشلونة، ولذلك كان التأهل محسوما في المباراتين معا، خاصة رغم صعوبة ريال مدريد في التأهل. وشفنا ريال سوسيداد كيف خنق ريال مدريد بالبرنابيو، واليوم أيضا تأكد ذلك أن الكرة الإسبانية بخير في هذا المردود، في ظل ما شاهدناه في نصف نهائي الكوبا ديل راي، خاصة كما قلت من ريال سوسيداد ومن أيضا أتلتيكو مدريد، ولو أن أتلتيكو مدريد نسبيا بالميدان عكس ريال سوسيداد في مباراة الإياب. كان على أتلتيكو كان على أتلتيكو مدريد أفضل مما تابعنا، ولكن هذه كرة القدم طبيعة الحال دائما فيها رابح وكسبان وخسران، وما فيهاش زعلان، لأن كرة القدم تبقى كما قلت بالنسبة لهؤلاء الأوروبيون لعبة للاستمتاع ولعبة للاستجمام، عكسنا نحن في مباريات مصيرية كهاتي في نصف نهائي بعض الكؤوس في الدول العربية ولا الإفريقية تحدث على وجه الخصوص تكون معركة حياة أو موت. بالنسبة لهؤلاء هي مباريات متعة، وعندما يصفر الحكم عن نهاية المباراة شاهدنا الروح الرياضية في آخر المطاف. عكس في ثنايا المباراة دييغو سيميوني خلع ملابسه، خلع يعني السيرفيت التي كان يرتديها، وشاهدنا تبقى له فقط أن يدخل ويتجاوز خط يعني المساحة الثقنية ويدخل ويشارك أبنائه المباراة. هذا دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد. تأهل الريال وبرشلونة إلى النهائي، نتمنى أن يكون قويا وأن يعطينا أهدافا ويعطينا فرصة إن شاء الله. إلى ذلكم الحين نلتقي في فيديو مقبل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.